هم الفراعنة فعلا كانوا عندهم حاجة اسمها هدية المقابر الفرعونية، أو المصري القديم كان عنده حاجة اسمها هدية المقابر الفرعونية. ده اللي أنا جاي أكلمك فيه النهاردة. وهل فعلا هدية المقابر دي كانت قطعة أو قطعتين، سواء من الذهب أو من البازلت، كانوا بيسيبوها في أماكن ما، سواء قدام الباب أو الشباك أو معرفش في أي حتة، وده كانت بتبقى محطوطة عشان اللص أو معرفش إيه ياخدها وما يكملش شغل في المكان أو ما يوصلش للمقبرة؟ وقال ليها أصل الكلمة دي أصلا جت منين؟ ده اللي هنعرفه في سياق الفيديو النهاردة. أولا بس لايك وشير وكومنت عشان المعلومة توصل للناس كلها. طبعا يا صديقي، مدعين العلم والشيوخ الشعوذة فهموك وفهموا الناس كلها ان الفراعنة كانوا بيحطوا قطعة او قطعتين واسمهم الهدية عشان ما تخشش وتكمل، والقصة دي زي ما اقنعك وقال لك ان الحارس والرصد طالب معرفش ايه وعشان يفتح المكان ويقفله، وده هنتكلم عنه في موضوع. طب اصلا الكلمة دي جت منين؟ جت من حاجة اسمها مصاطب الدفن. ومصاطب الدفن دي هكلمك فيها في الفيديو اللي جاي ان شاء الله بالتفصيل. تحديدا في مصاطب الدفن حاجة اسمها غرفة الهدايا والعطايا، واللي هي بتيجي على كذا اسم، سواء غرفة الزيارة او غرفة الهدايا والعطايا او غرفة التقديم القرابين، واللي هي كانت مهمتها لأهل المتوفى يقدموا فيها الهدايا والعطايا لروح المتوفى أو للمتوفى نفسه لرحلة البعث الأخرى. فجت من هنا كلمة الهدية، أخذها الشيوخ الشعوذة ومدعين العلم لعمل فخ للناس لإيقاعهم. ودايما طبعا الطماع واللي بيعيش في الوهم هو اللي بيقع في الموضوع ده بالدليل القاطع إن مفيش حاجة اسمها هدية المقابر الفرعونية. أنا أحمد سفاري، ودي صفحة زي الإشارات ما بتقول. السلام عليكم.